قبل ما نحكم على الطفل لازم نفهم ان مفهوم الملكية مش فطري، ده مفهوم مكتسب وبيتعلمه الطفل بالتدريج. تطور مفهوم الملكية عند الطفل من سن 2 ل3 سنين. الطفل شايف ان كل حاجة شايفها من حقه، لكن لما يبدأ يكبر من 4 ل5 سنين يبدأ يفهم ان في حاجات بتاعته وحاجات بتاعت غيره. بعد ال6 سنين المفروض يكون الفهم أوضح، وأي تكرار للسلوك محتاج تدخل. طب هو ليه الطفل اللي بياخد الحاجة غيره؟ في تحليل نفسي بيقول إن السبب الأول نقص الإشباع العاطفي عن الطفل. يعني الطفل حاسس بقلة اهتمام أو رفض، فبياخد الحاجة علشان يحس إن هو موجود. في علامات بتميز السلوك ده، إن السلوك بيزيد وقت انشغال الأم. طب السبب التاني الحرمان المادي أو المقارنة. الطفل شايف غيره معاه حاجات أحسن منه، أو بتقارن دايما بالشخص ده، فهو بيحب دايما ان هو ياخد الحاجة بتاعته عشان يبقى زيه. هو متهيأله ان هو يبقى زيه، فنقلل المقارنة يعني شوية يا ريت ما بين الأطفال. وعلى فكرة هو مش شرط يكون فقير، هو ممكن يكون معاه فلوس كتير بس بيكون محروم نفسيا. السبب الثالث حاجة اسمها ضعف الضبط الذاتي، وده بيكون أغلب الموضوع مع فرط الحركة والاندفاعية. الطفل اللي عنده فرط حركة وعنده اندفاعية، والطفل بياخد قبل ما يفكر، وهنا العقاب مستحيل يبقى حل. السبب الرابع غياب التعليم المسبق، يعني محدش قاله اصلا ان هو لازم يستأذن، ان هو لازم دي حاجة مش بتاعته هياخدها سلف ويرجعها تاني، وان هو يرجع الحاجة اصلا محدش قاله عليها قبل كده. فاحنا كده بنفترض ان الطفل فاهم، وهو في الحقيقة ما اتعلمش حاجة زي دي ومحدش قاله. طيب ايه الفرق ما بين السلوك الطبيعي ومشكلة حقيقية؟ الطبيعي بيبقى مرة او مرتين والطفل قال انا عملت كده، والسلوك هيختفي على طول اول ما حد يوجهه. لكن لكن لو اتكرر الطفل بينكر، السلوك بيزيد مش بيقل، في كذب وعدوانية، بمعنى كده ان الموضوع مش طبيعي. طيب ايه الاخطاء اللي الاهل بيعملوها لما بيحصل السلوك ده وممكن يخليه بدل ما السلوك يختفي؟ حتى لو هو سلوك طبيعي ممكن بدل ما يختفي يزيد ويفضل مستمر معانا. اول حاجة ان انتي تديله لقب الحرامي، تديله خلاص انت حرامي، ما ينفعش اديك كذا، او ما ينفعش ما تقعدوش جنبك عشان ده حرامي كده. ده بتخليه يزود عنده السلوك مش يقل. تاني حاجة الفضيحة، انت كده فضحتيه فعلا. يعني بدأ يعني انت مش هتستوري عليه، مثلا حد يروح يقول لباباه وتروحي تقولي، طبعا انت هتقولي لباباه عادي، ممكن تقولي له بس ما بينك وما بينه، بس تروحي تقولي بقى لاختك وسته وكل الناس، فانت كده فضحتيه. تالت حاجة العقاب الجسدي. الأطفال عامة ما تعودوهاش على العقاب الجسدي. في ناس بتقولك لا لازم الطفل يتضرب، مش ما هو الطفل لما بيتضرب مرة بيتضرب التانية خلاص هو تعود على العقاب الجسدي، وده مش حل، انت بتزودي المشكلة اكتر من الطبيعي لان الطفل هيعاند. رابع حاجة التخويف الديني مبالغ فيه، انت هتخش النار، انت ربنا مش هيحبك، انت مش عارف، هيبقى عنده رهبة فظيعة في الموضوع ده. واهم خطر او اهم مشكلة ممكن تحصل ان انت تتجاهلي السبب وتركزي على الفعل بس. طب هو الطفل اصلا عمل كده ليه؟ ما احنا لازم نعرف الطفل عمل كده ليه عشان نعرف نعالج الموضوع ازاي. طيب انا دلوقتي هعمل ايه كأم؟ لو انا في البيت هقعد معاه واقول له الحاجة دي بتاعت مين، فهتقولي له مثلا هيقول لك مثلا الحاجه دي بتاعت اخويا. حتى لو بتاعت اخوه الصغير وفي ما بينهم غيره، لازم لازم تعوديه ان هو يستأذن، لازم تعوديه ان في حاجه بتاعته وحاجه بتاعت غيره، ولازم يبقى ليه صندوق خاص بحاجته. برضو ما ينفعش اخوه ياخد حاجته، ما انت لازم تعودي ده وتعودي ده. مفيش حاجه اسمها اصل التاني صغير وده كبير. طب ما انت بتسمحي للتاني ان هو ياخد حاجه ده، فانت تسمحي لده ان هو ياخد حاجه التاني، وبالتالي مش هيبقى الموضوع مشكله هنا بس، هيبقى الموضوع بره كمان. ممكن بعد كده بعد ما هياخد حاجة اخوه هياخد حاجة حد تاني ويقول اصل هي عجبتني. طيب في المدرسة
لازم تتفقي مع المعلمة وتفهميها، تفهميها الوضع، وتفهميها حتى لو انت اللي اكتشفتي الموضوع ده في البيت، تفهميها ان ما ينفعش ان هي لو حصل حاجة منه ان هي تتهمه قدام زمايله. ولازم المعلمة برضو تشوف لو حاجة نقصت عند زمايله في الفصل، من هو غير حتى ما هو ياخد باله، ممكن تفتش شنطته وتشوفها. لو في حاجة ساعتها هنبدأ نحل الموضوع، وهو اللي هيرجع الحاجة دي لزميله، بس من غير ما تتهمي قدام زمايله، من غير ما تجرحيه، من غير ما تقولي عليه حرامي. طب امتى نلجأ لحد متخصص في المشاكل او تعديل السلوك؟ لو الطفل عدى 7 سنين، سن 7 سنين، لان كده بيبقى عارف ان في الحاجات ملكه وحاجات ملك غيره، فانت كده هو عارف غلطه فين وبيعمله. تاني حاجة، لو السلوك استمر، يعني انت لو وجهتيه اكتر من مرة ومهما وجهتيه مفيش فايدة، بيعمل برضو اللي هو بيعمله، مفيش اي تعديل في السلوك. وبرضو وخصوصا يعني لو الطفل السلوك ده استمر معاه مع مشاكل تانية، يعني لو في كذب او عدوان. اهم حاجة قبل ما انهي الحلقة دي، ان احنا كأمهات ما ينفعش ان احنا نعاقب الاطفال على الملعب ولا على البطال كده، لازم افهم السلوك ده جاي ليه عشان اعرف اعالجه. لان انا ابني مش سيء، هو اي سلوك بياخده بيبقى سلوك مكتسب، بيشوفه من اللي حواليه، بيبقى فيه مثلا نقصان مشاعر، نقصان حرمان من حاجات كتير. اي سلوك سيء هو سلوك مكتسب. وحتى السلوك ان هو يعرف ان الحاجة دي بتاعتي والحاجة دي بتاعت غيري هو سلوك مكتسب. فانتي لازم تفهمي طفلك قبل ما تعاقبيه.